الحبايب اللي موجودين معايا كده على الصفحة، يا ريت تشرفونا كده في الفيديوهات اللي جاية تكون أحلى من اللي عدت بكتير. الواحد بقى أول ما راح الشغل النهاردة يا جماعة قام ظبط دنيته كده وقام طالع يعني إيه، نشاطه وحيوية كده سخنان على الشغل. بس اللي عندي الوقت كده يعني لسه ما شربتش كاسة شاي. والواحد دماغه يعني إيه لازم تتظبط كده بكاسة شاي الأول، والواحد من غير شاي ما يعرفش يشتغل. يلا بقى نظبط الدنيا كده مع بعض. وبعدين الناس اللي بتكتب لي في التعليقات وبيقولوا يا طيب ده انت نسيت تاخد الكاتل ولا نسيت تاخد حاجة تعمل عليها الشاي. يعني هنا يا جماعة الحاجة بتاعتي كليتها هنا موجودة في المصنع، شاي وسكر وينسون وجافة ونسكافيه وجزاز ما بقت ما تقولش، والدنيا حلوة يعني. يا ريت الحبايب اللي بتكتب لي في التعليقات تشوف لنا. الحبايب برضو كنت تعمل لنا مشاركات كده ولايكات كده واعجابات وحاجات حلوة منكم كده. ان شاء الله القناة بتاعتي هتوصل بيكم جميعا، وان شاء الله كل حاجة هتكون خير يعني. دي بقت جزازة المية اهيت، ماشي، ده اول حاجة. دي بقت الكاسة بتاعت الشاي، هشطفها بقت ونعمل بقت ايه شوية شاي كده مع بعض ونظبط دنيتنا بيها. دي بقت وانا طالع اعمل لي كاسة شاي كده ايه، اغسل الدنيا بتاعت الاول، بعد كده اقدم بقت ايه شاي وسكر ودنيتي مع بعض. دي المعلقة يا جماعة. دي بقت كاسة الشاي كده لازم تتغسل حلو كده حلو ايه عشان الدنيا تظبط معاكم. قشطة عسلية، اعمل لك واحد شاي معايا. اه بس بس هتدفع فلوس. دي الكاسة بعد ما اتشطفت اهيت يا جماعة. مش لازم ان انت تكتر سكر، عشان ايه السكر غالي وكده كده كمان يعني. الواحد بيجيله السكر من الحاجات الكتير. معلقة شاي بقى كاملة ايه تظبط الدنيا بقى كده وتظبط المزاج.